بقدرة قادر. حدث عالمي رياضي بيحصل كل كام سنة وبقاله عشرات السنين بيتعمل، اتقلب فجأة كده واحنا قاعدين لفيلم فجر الإسلام وإسلاماه. والله العظيم ثلاثة. فجأة كاس العالم بقى مجرد غزوة. فتلاقي الكائن المرتزق يطلع يقول لك احنا لا يمكن نغير عاداتنا وديننا وتقاليدنا علشان خاطر 28 يوم. وحد يا ابني عبرك وقال لك تغير عاداتك وقيمك ومبادئك؟ حد عبرك؟ حد قال لك حاجه؟ بس البني ادم لما يستضيف حدث عالمي لازم يبقى عنده قدره على استيعاب جميع الجنسيات، جميع الثقافات، جميع التوجهات. ما هو انت استضفت حدث عالمي، فيرد عليك على طول المدير العام التنفيذي للمونديال ناصر، وده شخصيه قطريه، يقول لك مرحب بجميع الناس بما فيهم المثليين ومحدش يستجري يقرب لهم. ما هو ده طبيعي، ما هو انت بتستضيف حدث عالمي، انت باي مناسبه شايف ان ده تغيير لقيمك ومبادئك؟ انت مالك؟ ده الست نيكي ميناج والست مريم فارس غنوا لكم في الاغنيه. قيم ومبادئ ايه يا ابني؟ انت مالك ومال قيمك ومبادئك؟ الناس بتتكلم في قيمها ومبادئها، ده حدث عالمي. الكائن المسخ بقى، الكائن المسخ اللي يقول لك قطر بتعمل عظمه ايه يا ابني؟ ده بقالهم 12 سنه بيستعدوا للمونديال وهيسكنوا الناس في خيام. يا ابني هو انت من ايام رابعه وانت الخيام دي عامله لك خرم في دماغك تشوف خيمه تهر على روحك؟ مالكوا يا حبايبي؟ عظمه ايه يا ابني؟ ما هي دوله بتستضيف كاس العالم طبيعي تبقى عامله شغل كويس، لكن كلمني كده عن الخيام اللي هيقعدوا فيها المشجعين. ايه الكلام ده يا حبيبي؟ عظمه ايه وكلام ايه؟ خفوا شويه، خفوا صياح، ده حدث رياضي عالمي، خفوا صياح، سيبوا الناس تستمتع وتتبسط، ونخش بقى على مرحله نشر صور المشجعات وهم بالهوت شورت والسومبراتال علشان خاطر هيبقوا موجودين. على فكره هتشوف كل ده، فانت عمال تبني لنفسك اوهام من لا شيء، عمال تضحك على شويه مراهقين وشويه ناس برياله. والله استخفاف بالعقول ما شفتوش في حياتي. خفوا صياح وسيبوا الناس تستمتع بمجرد حدث رياضي، بس حدث رياضي عالمي. فيجي لك بقى العيل الزفلوط اللي قرر ان هو يعلي على الكائن المرتزق ويقول لك قطر هتنشر الاسلام في كاس العالم. لا والله العظيم ثلاثة. بالذمه ده كلام؟ بالذمه مش ده استخفاف بعقول الناس؟ مش ده استهزاء بالدين؟ عاجبك كميه الكوميكسات اللي طلعت على الموضوع ده ومحشور فيها كلمه الاسلام؟ انتوا اكبر اساءه للدين الاسلامي. والله العظيم ثلاثة. ولا الحويني جونيور حاتم افندي اللي مشغل لك عداد على صفحته 588 واحد دخلوا الاسلام، 700,000 دخلوا. امتى يا ابني؟ ده كاس العالم لسه الافتتاح النهارده. امتى يا حبيبي ده حصل؟ يا ابني ده اول حاجه في المسلم اللي على حق انه ما يبقاش كذاب، ما يبقاش كذاب. قطر ايه اللي هتنشر الاسلام اذا كان هي واخده اصلا تنظيم الكاس ده بالرشوه وكلنا عارفين، وفي قيادات من الفيفا طارت في الموضوع ده. اسلام ايه يا ابني اللي هينشروه؟ عيب، بطلوا استهزاء بالناس. قال لك اصل هم منعوا الكحوليات في الملاعب. ما روسيا عملت كده في 2018. نعم. هل ساعتها بقى روسيا كانت بتنشر الاسلام ولا كانت دي حاجه امنيه، حاجه عشان الامن؟ يا حبيبي المشروبات الكحوليه بتتباع عادي، هم سموها عالميه بس هي الكحوليه بتتباع عادي لان ده طبيعي. تاني، انت بتستضيف حدث عالمي بيحضروا كل الجنسيات، طبيعي ان يبقى عندك قبول للاخر من جميع الجنسيات والتوجهات. فبلاش متاجره، كفايه متاجره. ده حدث رياضي مش غزوه. ويا ترى لو كاس العالم ده كان تنظيمه في دولة تدين بالهندوسية مثلا أو بالبوذية، هل كنت هتقبل إن يتقال إن كاس العالم ده اللي المفروض إن حضرتك مثلا عايز تحضره بينشر البوذية أو الهندوسية؟ هل كنت هتقبل أيها الكائن الزفلوط؟ كفاية خلط الدين بالرياضة والدين بالسياسة والدين بكل حاجة. كفاية متاجرة ورخص بقى، كفاية.